هنا السؤال الأهم، النادي الأهلي كان داخل في مفاوضات مع عمر كمال ومع أحمد فتوح. ليه النادي الأهلي اختار عمر كمال؟ وليه زي ما قلت لك في الفيديو اللي قبل كده إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني للنادي الأهلي كان الاتجاه الأقوى ناحية عمر كمال؟ لسبب بسيط جدا. عمر كمال من أكتر اللاعبين المميزين في الدوري المصري، لعيب جوكر بكل معنى الكلمة. تمام، يمكن جوكر أكتر من أحمد فتحي بمراحل. تمام. الفكرة هنا اللي رجحت كفة عمر كمال للنادي الأهلي عن أحمد فتوح سبب بسيط جدا. أول نقطة عايز أكلمك فيها إن النادي الأهلي كان قريب جدا من صفقة أحمد فتوح. تمام. الجمهور أو الشارع المصري كله تابع تصاعد الأحداث اللي حصلت في الفترة الأخيرة أو في الشهرين اللي فاتوا في موضوع أحمد فتوح. تمام. فكرة إن اللاعب ما بينزلش التدريب، فكرة إن اللاعب يهرب من المعسكر، الستوري اللي كان بينزله على الانستجرام، تمام، صوره مع لعيبة النادي الأهلي، كل الكلام ده طبعا المشكلة اللي حصلت ما بينه وما بين شيكابالا قائد نادي الزمالك، كل الكلام ده تمام كان مودينا كلنا في ناحيه ان احمد فتوح هيروح النادي الاهلي. تمام. ايه اللي حصل في الفتره الاخيره او بالظبط في اخر 3 اسابيع اللي يخلي احمد فتوح يجدد لنادي الزمالك ويطلع يعتذر لشيكابالا والجمهور نادي الزمالك وللاداره؟ اول حاجه، اللعبه كلها كانت لعبه اداره عشان بس نكون متفقين. الصفقتين وال3 انديه اللي كانوا داخلين في الصفقات اللي هو الاهلي والزمالك وفيوتشر كلها كانت لعبه اداره. بمعنى صح ان حسين لبيب عارف ان هو يقدر بسبب طبعا رجال الاعمال الزملكاويه اللي مدعمين النادي حاليا يقدر يجيب واحد بدل احمد فتوح. تمام، يقدر سهله جدا. والزمالك حاليا فيه فلوس، واكبر دليل ان الزمالك فيه فلوس ان الزمالك بيحل المشاكل اللي كانت موجوده عنده في موضوع الصفقات والقواضي والغرامات والكلام ده كله ايقاف القيد. لكن الفكره الاهم ان انا مش عايز يحصل معايا زي ما حصل في موضوع امام عاشور، زي ما حصل في موضوع كهربا. بالمناسبه ال3 صفقات احمد فتوح وامام وكهربا ال3 ليهم ظروف مختلفه. تمام، مفيش واحد فيهم شبه التاني. هتقول لي ال3 كانوا رايحين النادي الاهلي، هقول لك تمام. لكن انت لو جيت بصيت حتى على تصريحات حازم امام لاعب نادي الزمالك المعتزل حديثا، كان طالع في برنامج مع كابتن احمد حسن. هو طلع قال لك ايه؟ قال لك امام من اكتر اللعيبه اللي انا اتصدمت فيها ان هي راحت النادي الاهلي، لان كلنا عارفين ان امام زملكاوي ومتعصب. تمام، قال لك احنا كنا عارفين ان كهربا اهلاوي وكانوا بينادوا له في الزمالك يا اهلاوي. ده تصريحات على لسان حازم امام نفسه. لكن انت لو جيت بصيت على التصريح اللي بعد كده هو بالنسبه لي الاهم، امام عاشور قال لحازم امام نصا خلي الزمالك يخش في الصفقه ولو حتى ب1.5 مليون دولار. تمام، وانا هتمسك بالعرض. ده كانت كلام امام عاشور قبل ما يروح النادي الاهلي. ومين اللي كان داخل في الصفقه؟ النادي الاهلي داخل ب 3 مليون وبيراميدز داخل ب 3 مليون. معنى كده ان الناس اللي كانوا موجودين في الزمالك حاليا هم اللي ما كانش عندهم اي رغبه ان امام عاشور يتواجد في نادي الزمالك. فطبعا اللاعب مش هيروح لبيراميدز، راح النادي الاهلي وتالق في النادي الاهلي واجد في النادي الاهلي. فالفكره كلها بقى اللي انا ارجع واقولها لك ان حسين لبيب ما كانش عايز يكرر نفس الغلطه، لان انت حاليا عايز تكسب ثقه الجمهور. تمام، فلو احمد فتوح كان راح النادي الاهلي كانت تبقى مشكله عند حسين لبيب. ليه؟ لان هيبقى بالنسبه له او بالنسبه للجمهور ان الخطيب خد منه كمان لعيب، بغض النظر انت عايزه او لا. بس الفكره ان انا احترمت اللي حسين لبيب عمله في ايه، ان انت عرفت تسيطر على الموقف، عرفت ترجع احمد فتوح تاني. وفي نفس الوقت الخطيب عامل الف حساب لحسين لبيب لسبب، لان هو كان لو الاهلي كان خد احمد فتوح كان ببساطه جدا يقدر حسين لبيب يخش في صفقه عمر كمال ويغلي على النادي الاهلي. تمام، فانت بالنسبه لك هتبقى خسران. هتبقى خسران في ايه؟ ان منافس قوي زي نادي الزمالك داخل معاك في الصفقه، بغض النظر عن ان هي بغض النظر عن رغبه اللاعب هي اللي هتحسم الصفقه، بس في نفس الوقت فيوتشر عايز فلوس. تمام، فالنادي الاهلي انسحب من صفقه احمد فتوح وما بقوش يردوا على احمد فتوح، ومفيش اي مفاوضات حصلت تاني ولا اي حد كلم احمد فتوح تاني من النادي الاهلي. وبالتالي اللاعب ما كانش قدامه اي خيار غير ان هو يرجع ويعتزل لجماهير نادي الزمالك. تمام، الفكره مش مبادئ والكلام ده، لان دلوقتي هي ما بتتحسبش كده عشان بس نكون صراحه مع بعض وبكلمك بصراحه. تمام، ولا في موضوع امام ولا في موضوع كهرباء ولا كل الكلام ده، هي بتتحسب شطاره اداره. شطاره اداره ان انا اعرف الم الموقف تاني. حسين لبيب كان داخل عايز اول حاجه يعملها ان هو يحافظ على القوام الاساسي اللي موجود عنده واللاعيبه المميزين اللي على راسهم اتنين، زيزو واحمد فتوح. هل في لاعيبه مميزين تاني في الزمالك؟ يجي بعدهم حمزه المسلوسي. بعد كده من وجهه نظري مفيش اي لاعب تاني مميز في الزمالك. فانا محتاج ان انا احافظ على ال3 دول.
بعدها احل مشكله القيد ومشكله الغرامات، بعدها افكر اجيب لعيب. تمام. فبالنسبه له كان اهم حاجه ان هو يحافظ على احمد فتوح، لان هو من اكتر اللاعيبه المؤثرين في نادي الزمالك. دي القصه باختصار. وحبيت اقول لك ايه اللي حصل اللي خلى احمد فتوح يسيب النادي الاهلي، او النادي الاهلي يسيب احمد فتوح ويروح لعمر كمال. وبرده نفس الحاجات اللي انا قلت لك في الفيديو اللي قبل ده لما اتكلمنا عن عمر كمال واحمد فتوح، وقلت لك ايه اللي مخلي كفه عمر كمال اكتر مايله ناحيه النادي الاهلي، والاداره متمسكه بيه والجهاز الفني متمسك بعمر كمال.